السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه تاع اليوم هي جاتو ماكسي، اللي هو جاتو قديم ومن بنته ما نقدرش نستغنى عليه في الصينيه تاع العيد. هذا الجاتو بالذات لازم يكون في الصينيه تاع العيد، مستحيل من نحضروش. اليوم في هذا الفيديو راح تشوفوا طريقتي في تحضيره. كما عودتكم طريقة سهلة وراح يجيكم ناجح وبنين وذوقه هايل هايل. تبعوا الفيديو الأخير راح نشوفوا كامل الخطوات. عندي هنا طل تاع مارغرين اللي هي 500 غرام، راح نضيف لها كاس تاع سكر كريستاليزي. هنا مش راح نستعمل سكر ناعم، راح نستعمل سكر كريستاليزي باه يجيني هو اللي يعطيني التقرميش تاع الصابلي. وهنا راح نعطرو بعطر البراليني اللي هو لاغون تاع البخانه، راح يمدلكم واحد الريحه واحد النكهه في الجاتو. جربوه هايل، روعه روعه. وراح نضربهم مليح مليح حتى وين يدوب السكر. وراح نضيف هنايا 4 بيضات، راح نضيفهم بيضه بيضه، ما راح نحطهمش كل مع بعضهم. هذا هو السر في الجاتو، هذا راح يعطيكم فرق في الصابلي. نضيفه بالوحده ونخلطه حتى تمتزج مليح مع الزبده والسكر. ونزيد باه نضيف الثانيه حتى نكمل 4 حبات بيض. كما تشوفوا هنا راني خديت بيضه كامله، 4 بيضات كاملين. وهنا راح نضيف كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق خلا غبره. هنا راح ناخدو حوالي 300 غرام تاع كاوكاو نرحيوه. ناخدو منه كاس مرحي غبره، وهذاك الخشين راح نستعملوه من بعد في الاخير في الوصفه. هنا بعد ما خلط الكاوكاو المرحي راح نضيف 2 مغارف كبار تاع كاكاو. نغربلهم الكاكاو، لازم قبل ما تحطوه لازم يتغربل، باسكو دائما يدير هذوك الكراكب، لازم يكون مغربل. ونخلطو مليح، ومن بعد نبدا نضيف الفرينه. هنا نبدا بالكاس الاول، نحط كاس الاول تاع الفرينه نغربلو، ورايحه نضيف له هنايا كيس كامل تاع خميره كيميائيه لا ليفور شيميك، ونخلطو. ومن بعد نبدا نضيف في الفرينه حتى تتلم العجينه. هنا الكميه هذه تاع رطل مارغريت خدات لي 6 كيسان ونص تاع فرينه. هنا الفرينه على حساب الحبات تاع البيض. هنا الحبات اللي خديتهم راهم كبار، وعلى حساب النوعيه تاع الفرينه كي تعود تشرب. هنا كيما راكم تشوفوا نخلط بيدي بالعقل. هنايا العجينه ملازمش تتعجن بزاف، سينو تولي تطوط. هنا كيما قلت لكم نبدا بشويه ونخلط بهذه الطريقه حتى وين تتلم، ونكمل الكميه تاع الفرينه كامله حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وماشي ناشفه، ماشي ناشفه باه ما يتشقناش الصابلي ويجينا الحبه حاكمه روحها. وفي نفس الوقت ما تجيش طريه بزاف. كما راكم تشوفوا هذه القوام نتاع العجينه نتاعنا. انا العجينه خليتها ترتاح 5 دقائق، دائما نخليوها تريح باه تشكلوها. نرش شويه فرينه وناخد كميه صغيره تاع العجين. هنايا العجين تاني ما لازمش تاخدوا كميه كبار، باسكو كل مره لي شوت هادوك تعاودوا يتعجنوا راح تنقص لكم لا كاليتي تاع العجينه. العجينه نفسي راح تولي تطوط. هنا ناخد دائما كميه صغيره نطرحها. هنا شوفوا شفتوا السمك كيف ما واحد 3 ملم، شويه برك خشينه باسكو باه تجينا الحبه تاع المكسي عاليه. نقطعها هنا، شوفوا هنا كيفاه، ونعاونوا روحنا بالكوبات باه نحافظوا على الشكل نتاع الحبه تاع الصابلي. هنا ورايحه نطيبوا في فرن ديجا حطوه يسخن من قبل على 150 درجه، نار قليله حتى وين تشوفوا اللون تاع الصابلي كيما راكم تشوفوا تغير بعد ما طاب. ميكا خرجوه حياخد لكم واحد 10 دقائق
هنا عندي كراميل، تصنعوها في الدار ولا تشريوها. نلصق بها حبات الصابلي من الداخل. هنا الكراميل برك لازم تكون شويه بارده، ما تكونش سخونه، ما تخرجوهاش من قبل من الفريجيدير، خليوها تكون بارده به تحكم حبات الصابلي وما تخرجليش من برا، ما تسيحش من برا. كي تعود شويه دايبه راح تخرج لي. باش نكمل لصق كامل الحبات تاع الصابلي حتى يحكموا رواحهم. بعديك نروح نحضر الشوكولا. هنا خديت 500 غرام تاع الشوكولا، زدت لها ذوبتها على حمام مائي حتى دابت خلاص. ومن بعد ضفت لها 4 مغارف كبار تاع الزيت. نخلط مليح الزيت مع الشوكولا. دايما كما شفتوا خليت الكاسرونه من تحت باه تبقى لي دايما دافيه الشوكولا. ورايحه نضيف لها هنا كميه نتاع كاوكاو الخشين اللي خليته من قبل. نضيف بشويه ونشوف نخلط حتى نشوف الحبات باللي معمره. هنا هذا كلاصاج فيريرو به يجينا من برا مشوك. الحبات تاع الماكسي يجيو مشوك. هنا نضيف بشويه حتى نوصل للقوام اللي راني حباته. كل ما نهز شويه تاع شوكولا نلقاه معمر وسايح في نفس الوقت معمر بالكاوكاو وسايح. هنا نحكم حبه تاع الصابلي ونغلفه مليح بالشوكولا ونخبط شويه بالفرشيطه ونحطه هنا في لاغري به تشيح الشوكولا. نكمل هنا دايما تحكموا تخلطوا من تحت قبل ما تغلاصيو الحبه تاع الكاطو. تخلطوا مليح من تحت باسكو الكاوكاو راهو يهبط لتحت. ما نخلطوه باه نضمنوا انه هزينا كميه ملاحه تاع الكاوكاو. هنا كيف نكمل الكلاصي الحبات كامل تاع الصابلي ونخليه حتى يشيح كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما شاح راح ندور الحبه من اللورة كما راكم تشوفوا. انا رايحه نغلف الحبه كامله، ثم نغلف من الفوق. كي تشيح ندورها، نحي هذيك الزايد تاع الشوكولا اللي بقات نحطه عادي في الشوكولا من قبل. راح نعاود ندوبه. ومن بعد نحكم نغمس الحبه تاع الشوكولا هذه من الجهه هذه اللي مازلت ما درت لهاش الكلاصاج، نغمسها شويه غير تتغلف، نحيها ونحطها من الجهه الاخرى ونخليها تزيد تشيح بهذه الطريقه. وراح نغلف هكا بهذه الطريقه، نكون غلفت الحبه كامله تاع الشوكولا. ان شاء الله تكون الطريقه واضحه، الخطوات واضحين، وان شاء الله تجربوه. انا كما قلت لكم في الاول تاع الفيديو هذا القاطب ما نستغناش عليه في العيد، يجي هايل وبنين. كملت حضرت غاتو ماكسي ولا كما تقدروا تقولوا ليه غاتو سنيكرز باسكو فيه الكراميل والكاوكاو. كما راكم تشوفوا غلفت الحبه كامله، يجي هايل ويجي روعه، يجي بنين، يجي قرمش وفي نفس الوقت يجي الطري. شوفوا هنا كي قسمت الحبه كيفاه جاي. هنا جاي كما راك تشوفوا ديجا راهي تفتفت. يجي عالي ما يجيش رقيق كما قلت لكم. ان شاء الله الوصفه اليوم تجربوها في العيد وتعجبكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.